بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل سعد وتاريخه اللي بيتكلم عن جرائم حقيقية حصلت في مصر، في منها اللي اتحكم فيها خلاص وفي اللي لسه ما اتحكمش فيها. المسلسل عمل ضجة وقلبان كبير جدا في الشارع المصري، في اللي بيقول ازاي بتفخموا في مجرمين وبتعملوا لهم أفلام ومسلسلات، وفي اللي شايف ان اللي بيحصل ده عمل فني متميز. وانا النهارده جاي اتكلم معاكم عن كل تفاصيل المسلسل وايجابياته وسلبياته. فلو انت جديد معانا في القناة فيا اهلا وسهلا بيك، انت منورنا. اوعى بقى تنسى تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتعمل لايك عشان يوصلك كل حاجة جديدة احنا بنعملها. اما بقى لو انت من المتابعين القدامى فشكرا ليكم جدا، القناه عماله تكبر بيكم وهتكبر ليكم. ويلا بينا بقى على طول نتكلم عن تفاصيل المسلسل. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. المسلسل من بطولة مجموعة كبيرة جدا من الشباب اللي احنا شفناهم في برنامج كاستنج، واللي كان بيدير البرنامج او اللي كان بيختار من المتسابقين هو عمرو سلامة المخرج ومروة جبريل مدربة التمثيل. والجميل معانا في المسلسل ان هو مش بس ادى فرصة لشباب صغيرين ولسه جداد ان هم يمثلوا، لا ادى كمان فرصة لمجموعة من المخرجين الشباب زي مثلا عمرو موسى واحمد عادل. لكن برضه كان في اشراف ورؤية فنية لعمرو سلامة على عمل كتوتال. وكمان عايز اقول لك ان كل حلقة بيكون فيها ضيف شرف عشان يسند ويساعد النجوم الشابة الصغيرة دول. وانا مش ببالغ لما بقول لك نجوم شابه ونجوم صاعده. وقبل ما نتكلم بالتفصيل يا صديقي انا بفكرك بس تعمل لايك للفيديو لان ده بيساعد جدا ان الفيديو يتشاف اكتر. قبل ما نتعمق في المسلسل انت لازم تعرف حاجه مهمه جدا، ده مش مسلسل جريمه ولا هو مسلسل اجتماعي زي ما هو مكتوب في التصنيف بتاعه، ده مسلسل رعب. ولو انت من عشاق الرعب اتفرج معايا على المسلسل. انا عن نفسي مفيش اي فيلم رعب خوفني ولا في فيلم رعب هيخوفني، لكن اللي بيخوفني بجد هي نوعيه المسلسلات دي. هتيجي تقول لي ازاي المسلسل ده رعب؟ هقول لك بمنتهى البساطه. تخيل كده معايا ان كل اللي بيحصل وبيتحكي في المسلسل ده هي مش قصص من وحي خيال المؤلف، لا دي قصص حقيقيه حصلت بجد. عايز رعب ايه اكتر من كده؟ واحد قتل بنت عشان رفضاه، وواحد قتل مراته وخفى جثتها جوه برميل وحط عليها اسمنت وخباها فوق السطوح، وواحد تاني بيبتز بنت عمه اللي من دمه ولحمه لحد ما البنت خافت وانتحرت، وواحد تاني فنان ومبدع ومبتكر بس في السرقه والجريمه. ولا الاب اللي ما كانش عنده اي مشكله انه يضحي بابنه ويقدمه قربان للجن عشان خاطر الفلوس، ولما مراته بترفض بيقتلها. وواحد تاني بيطلع لايف على الدارك ويب وهو بيشرح طفل صغير. انت عايز رعب ايه اكتر من كده؟ دول كانوا بشر وناس عايشين وسطينا، تشوفهم تحس ان هم طبيعيين. ده انت لو دورت شويه هتلاقي ان في ناس انت تعرفهم كانوا يعرفوا الناس دول او ساكنين جنبهم او جيرانهم. انت متخيل انك تصحى الصبح تسمع ان جاركوا اللي جنبكوا طلع سفاح، طلع قاتل مراته، طلع عامل مصيبه من المصايب اللي بتحصل دي كلها؟ عشان كده الحاجات دي هي اللي بتخوفني، لان الافلام التانية احنا عارفين انها مجرد افلام، انما القصص دي قصص حقيقيه وواقعيه حصلت في شوارعنا وحوارينا. وزي ما المسلسل قايل في اول كل حلقه، النفس البشريه لغز عميق وكبير جدا مفيش اي حد هيقدر يفهمه. وتعالوا بقى نقيم العمل تقييم فني ونتكلم عن الايجابيات والسلبيات. اول ايجابيه هتكلم عليها معاكم هي الاداء التمثيلي، وهنتكلم في الاول عن النجوم الشابه والصاعده والواعده. اول حد هتكلم عليه هي سلمى عبد الكريم اللي كانت عامله دور منار في الحلقه الاولى. سلمى شاطره جدا وموهوبه متميزه قوي، عملت اداء انا مش هكون ببالغ لما اقول لك ان هو اداء مبهر جدا. انا عن نفسي شايف انها عملت الدور حلو جدا وتميزت فيه قوي. لحظات الضعف والانكسار، الخوف والقلق، المواجهه والصدمه لما بتحس انها باعت صاحبتها، اي صراع او انفعال هي كانت بتعمله كانت موفقه وكانت حلوه جدا. فمبدئيا كده برافو قوي سلمى عبد الكريم. اما بقى اللي معايا بعد كده هي الموهوبه جدا امنيه الباهي، اللي من اول طله ليها تحس ان انت قدام ممثله تقيله جدا، ونقدر نقول عليها بقلب مستريح وبضمير مرتاح انها فيها شبه كبير قوي من عبله كامل. وهنا مش بتكلم على ملامح وبس، لا بتكلم كمان على جوده التمثيل. بجد رهيبه متميزه جدا، واعتقد انها قدرت توري كل الناس قد ايه هي موهوبه. دورها في الحلقه الاولى كان حلو وكان ملفت وبيقول ان احنا قدام موهبه، انما بقى بتيجي الحلقه الخامسه عشان تثبت ان احنا قدام موهبه جباره. قدرت فعلا تبروز نفسها وتبرز قد ايه هي ممثله جامده قوي. برافو قوي امنيه الباهي اللي قدرت تخطف القلوب وتخلي كل الناس تحبها وتسال على اسمها من اول طله ليها. اسلام خالد بقى ممثل تقيل جدا، وعينيه بتقول الكلام قبل ملامحه وقبل رياكشناته. انا لحد دلوقتي فاكر المشهد اللي كان عامله في برنامج كاستنج وفعلا كنت مراهن عليه، وبصراحه هو ما خيبش ظني رغم ان ظهوره في الحلقه الاولى كان في مشهد واحد بس، لكنه عمله حلو
حلو قوي. وبيظهر معانا في الحلقه الثانيه وبيعمل لنا دور الضيف الغتت، برضه كان حلو جدا رغم ان هو كان غتت. اما بقى لحظه التوهج والتالق لخالد فكانت في الحلقه السادسه، بيعمل اداء ملحمي، اداء راقي، اداء عظيم. برافو قوي 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 يا خالد. وتعالوا كده سريعا نتكلم عن ضيوف الشرف اللي كان ليهم بصمه واضحه في كل حلقه، باستثناء ميان السيد في الحلقه الاولى. مش بقول انها كانت وحشه، بس الدور بتاعها كان عادي وادائها ما كانش فيه حاجه متميزه، وده بحكم الكتابه طبعا. اما في الحلقه الثانيه لما بيظهر معانا احمد امين بيثبت لنا قد ايه ان هو ممثل تقيل، ومش كوميديان وبس، لا ده ممثل جامد يقدر يلعب ويمثل اي دور وانت هتصدقه وتقتنع بيه. الحلقه الثالثه تقريبا ما كانش فيها ضيوف شرف، اما الحلقه الرابعه فكان فيها المبدع محمد شاهين، واللي بيعمل لنا دور سايكو بطريقه حلوه جدا. اول مره نشوفه عامل الستايل ده والشخصيه دي. برافو قوي محمد شاهين، كنت متقل الحلقه الرابعه جدا. وخالد كمال في الحلقه الخامسه كان رهيب، كان نجم، كان في حته تانية. حقيقه انا كنت مبسوط ومستمتع بيه جدا. تحس ان هو كان مستني الدور ده ومستني الفرصه دي عشان يقول ان انا ممثل قوي بعرف العب تراجيدي. اداء ولا اروع. وفي الحلقه السادسه والاول مره بنشوف سليمان عيد بعيد عن الكوميدي، وانا مبسوط جدا من ادائه، وفي اشادات كبيره قوي بتتكلم عن قد ايه هو متميز في الاداء ده. يا ريت الفتره الجايه ياخد ادوار جد، اتخيل ان هو يبقى في حته تانية. سليمان عيد ممثل قوي جدا. وخلينا متفقين ان مفيش واحد من النجوم اللي انا قلت اسمهم دول ما زودش للحلقه وتقلها اكتر واكتر. بس ادينا هنشوف في الاربع حلقات الجايين مين ضيوف الشرف اللي هيكونوا معانا. ايوه هو فاضل 4 حلقات، هو انا ما قلتلكش ان المسلسل 10 حلقات بس؟ طب يا عم ما تزعلش، اديني قلت لك اهو. واقول لك على معلومه تانية عشان انت حبيبي، في احتمال ان يكون ليه جزء تاني. اسمع من اخوك بقى، ده احتمال، الله اعلم هيتنفذ ولا لا. انا بقول لك على الكلام اللي داير. وتاني ايجابيه هتكلم عليها معاك وهي التاليف. تحس ان التاليف هنا كده لايت، تحس الناس بتتكلم اللغه بتاعتنا، اللغه الطبيعيه، اللغه العاديه اللي احنا كلنا بنتكلمها مع بعض، لغه ما فيهاش تكليف. وطبعا عشان القصص واقعيه فالموضوع طالع شكله احلى والطف بكتير. فشكرا جدا محمود عزت اذا كنت انت المؤلف او انت المشرف على الكتابه. الكتابه طالعه حلوه قوي. وكمان من ايجابيات المسلسل هي موسيقى خالد القمار، مبدع ورهيب كالعاده. عايزك تركز كده في اول مشهد في الحلقه الاولى وتعلي صوت التلفزيون على الاخر، عامل ساوند كده على المشهد بتاع الدم على الرصيف، رهيب قوي. موسيقى متميزه وتقبض، ولو ركزت اكتر مع موسيقى تتر البدايه هتلاقيها برضو رهيبه، والموسيقى متوافقه جدا مع احداث المسلسل ومناسبه قوي. تعالوا بقى على طول نروح على السلبيه. اول سلبيه معايا وهي الايقاع. اوقات كتير بحس ان الايقاع واقع وبطيء، ويمكن اكتر مره حسيت فيها بالملل وحسيت ان الايقاع واقع قوي هو كان في الحلقه الثالثه، الحلقه اللي كان فيها مرام وابن عمها بيبتزها، ومن وجهه نظري ان دي اصلا اقل حلقه اتعرضت. بس مشكله الايقاع دي مش في الحلقه الثالثه بس، لا ده في كذا حلقه. يعني لو ركزت كده هتلاقي ان الحلقه بتاعت احمد امين اللي هي الثانيه برضو الايقاع فيها مش مشدود ومش سريع، لكن عشان الحلقات بتخلص بحدث كبير قوي وبيكون في تمثيل قوي من اي ممثل هو موجود، فالموضوع بيعدي معانا وما بنقفش عنده. خصوصا ان انت بتكون عايز تعرف قفله الحلقه ازاي، ايه اللي حصل، ايه الجريمه اللي انت مستني تشوفها. تاني سلبيه معايا هي محدوديه اماكن التصوير. هو ده منطقي لان احنا بنصور حادثه او جريمه فطبيعي تكون في وان لوكيشن، لكن برضه هي فيها جزء على المخرج. يعني عندك مثلا الحلقه الاولى رغم انها كانت في وان لوكيشن واوتوبيس، الا ان عمرو سلامه ابتكر فكره ان كل شويه يغيروا الكراسي عشان احنا كمشاهدين ما نزهقش. وكمان الكتابه ساعدت في كده، ان كان كل شويه بنتين يتخانقوا، كل شويه بنت موقفها يتغير ناحيه بنت تانية، ده خلاني وانا قاعد مش زهقان عايز اعرف اصحاب دول مالهم، هم اصحاب ولا لا. ففي جزء في الكتابه وفي جزء في الاخراج، واحنا كنا نقدر نكسر المحدوديه بتاعت الصوره او اماكن التصوير بحركات اخراجيه او اضافات كتابيه، انما برضو للاسف ده ما حصلش. اتمنى ان الاربع حلقات الجايين يكون فيهم تنوع ويكون فيهم ديكورات ومناظر اكتر من كده عشان احنا ما نزهقش واحنا بنتفرج. وبس كده، ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. مش هنقدر نقيم المسلسل ده تقييم نهائي لان كل حلقه تعتبر عمل منفصل، فلو هنقيم لازم نقيم كل حلقه لوحدها. وعموما لسه فاضل الاربع حلقات عايزين نشوف ايه اللي هيحصل فيهم، انما لو انت قلبك خفيف ومالكش في الرعب اللي بجد ما تتفرجش على المسلسل. ولحد هنا تكون خلص الحلقه. لو عجبتك المراجعه اوعى تنسى تعمل لايك للفيديو عشان كل الناس تشوفه، واوعى تنسى تشترك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر لان انا مش اكبر غير بيكم انتوا وبدعمكم انتوا. شكرا ليكم واشوفكم على خير في مراجعات تاني جايه كتير. انا بابا يلا.